يا ويلتاه يا ويلتاه، أي قلبي والله إننا أصبحنا شعب رخيص. لقد أصبحنا شعب رخيص بالفطرة، فكيف لا فعدو الأمس أصبح صديق اليوم. من قتل شهداءنا ومن اغتصب نساءنا أصبح أخونا اليوم من الأم والأب. فالحوكي ماكرون زار الجزائر ذهابا وإيابا، دارها طولا وعرضا، بل أكثر من هذا. فهناك من طالبه بالفيزا، يا سيد ماكرون امنحنا الفيزا، وهناك من احتضنته كأنه ابنها الصغير. يقال أن بعض النسوة الأحرار لبسنا الحايك وبدأنا يزغردن، فولولت وقالت يا ويللي، الله يبخس بكم كما بخستوا بينا، الله يبخس بكم كما بخستوا بينا. وهناك من قال له يا سيد ماكرون أنا مغبون ومغموم، الله يغمك في شنبرة إن شاء الله، الله يغمك في شنبرة تموت مخنوق. قولوا أمين يا الشعب العظيم. أهذه وصية الشهداء؟ أهذه أمانة الشهداء؟ أين حق الشهداء؟ أين ثمن الشهداء؟ الحوكي ماكرون يتجول فوق أرض الجزائر كأنها قطعة من بيته، يتجول في أرض الشهداء كأنه طوم وجيري. الزمن والآفات ستفتك بكم، كما خنتم وصية الشهداء سيأتي غيركم ويخونكم. تأكدوا من هذا الكلام. قلة من شباب الجزائر